هذا موقف، لكن الموقف الثاني أولاد أخته، أولاد أخوه رحمة الله عليه الحاج، من كنت وياه بالمستشفى. هذا الموقف يذكرك من يطلع الدكتور وتسأل: ها دكتور فدوة بشرنا. هاي كلها صايرة بينا هاي المواقف. دكتور بشرنا، شلون أخونا أو شلون أبونا، ها شلون صاحبنا، شلون راعي الديرة، شلون اللامنة. شو تقولوا له؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور، جاوبني بصراحة وقول يا دكتور، جاوبني بصراحة وقول، وعن حالة أريد تقلي شلون. لقيت العلة لا بعدك يا الدكتور، بونا من المرض مخطوب شلون. يا ميان يا ميان يا ميان، نشوفه بحال أرد الحال، أبونا من المرض ذبلا ترى جفونا. آي قل لنا يطيب من المرض يولا، وتدرى رواحنا ويروح مرهونا. اي والله ابونا عايش على المغذي ذاك، ابونا الزين. راح اوجع قلبك يا الولد، عايش على المغذي ذاك ابونا الزين، وديه مزرفه. عايش على المغذي ذاك ابونا الزين، ودي مزروفة من إبرة الكانون. يا ابو محمد يا ابويا، تقلوا لابويا علاجك ضاع منا والمرض شتال، وين القى دواك المتت من دونه. جاوبني الطبيب وقال ميؤوس بعد ايامه ويغمض ترى عيونه. وخبرني طبيبك بويا قال تموت، وحساب عدل لا 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 يحسبونا. شلون تعوفنا يا الماء لك تعويض، وعليك عقولنا يا الغالي مجنونا. ما نحمل فراقك تدري يا زين. ابونا الزين ابونا الكل يعرفونا، ابونا بالمحاكي، ابونا 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 بالمحاكي الكل يعرفونا. ابونا بالمحاكي الكل يعرفونا. راح ابوك الجان يبا وخلصت ايام الربا. خويا رامح والهجران قلبك حيل راح يعذبه بعد ما تسمع البويا أولا. لا 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 الكلمة مهذبة.